المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي إيرفي رونار، حاجة باهية وحاجة تفرح، مدرب كفاءة حتى حد ما يشك فيه، لكن القرار جاء مخر برشا بالنسبة لي أنا. القرار جاء مخر وفي وسط مقابلات يعني صعيبة برشا، مقابلة اليابان ثم مقابلة هولندا. الحقيقة في وسط كومبيتيسيون ما تنجمش تنتظر نتائج كبيرة برشا من المنتخب، خاصة بعد الخسارة 5-1 في المباراة الأولى مع السويد. المدرب هذا مش يحاول يعمل الخطط نتاعو، مش يحاول يرمم المعنويات وخاصة يرفعها. ونسمع في أخبار أنه طلب من الإداريين اللي في الجامعة التونسية يغادروا النزل، طلب بعض التغييرات في الخطط التكتيكية، طلب بعض التغييرات في التصرفات بتاع اللاعبين. إن شاء الله نلقاو نتيجة على الأقل لحفظ ماء الوجه. ماناش طالبين إعجاز، ماناش طالبين ترشح، لكن نحاولوا نقدموا وجه طيب. والحقيقة متفائلين بتعيين إيرفي رونار، لكن التعيين هذا الحقيقة إذا بالحق مش يقعد كان مباراتين ومن بعد في التفاوض يدوروا علينا ويقولون والله ما تفهمناش على الفلوس وطلب علينا الغلاء، ما علاش جايبينهم من الأول؟ هو نعرفوه مدرب كاليبر كبير ياخو في برشا فلوس، ما هوش مش يرضى بالشوية. ارضاء توا خاطر فما كأس العالم ويحب يتكتب اسمه في كأس العالم وعنده الحق، لكن زاد المنتخب الوطني التونسي راهو وراه 12 مليون تونسي، ما هوش يتبع فيه واحد ولا اثنين. رانا بلاد كاملة نستناو في النتائج ونستناو خاصة فيما بعد كأس العالم.